المستمعين مرة أخرى في برنامجكم تونسنا. كما قلنا اليوم عندنا 3 مواضيع باش نحكيو فيهم. بدينا في أول حاجة في موضوعنا البلديات، وكان معنا باستضافتنا منتصر الجلاسي اللي هو غادرنا منذ قليل، وتوا باش نحكيو على موضوع آخر اللي هو الثقافة الأمازيغية عفوا. كانت حضارة مهمشة وبعد الثورة ولينا نسمعوا بها في عديد المجالات، هذاك علاش اليوم باش نحكيو عليها وباش نتعمقوا فيها أكثر وأكثر. وباش يكون معنا في الاستضافة سي محسن السكتي. مرحبا بك. مرحبا. أزول تحية الأمازيغ، أي معناها قريب من القلب. الأول هو القلب. شكرا لك سي محسن. كان تحكي لنا على الثقافة الأمازيغية، كيفاش رجعت لتونس، كيفاش كانت مهمشة وتوا لقيناها في الميدان قاعدة تحارب توك في بلاصتها. صحيح، هي الثقافة الأمازيغية هي ثقافة ضاربة في القدم. بداية عندها جذور من الحضارة القفصية قبل 5000 قبل الميلاد. قبل الثورة كان مهمشة، كانت اللغة الأمازيغية مهمشة، يمنع الكلام بها أو الحديث بها في المدارس. تمت تعريب. سي محسن، كان عندك شي فكرة علاش كانوا رافضينها في المدارس؟ باش نقول لك رافضينها، كان عندهم خوف داخلي من ثقافة شعب كان يرفض الخضوع، كان يرفض العبودية، يرفض كل ما هو استعمار. كان شعب ثوري هذاك علاش يرفضوها. شكرا لك. كان نزيد ما تحكينا عليها اكثر واكثر وتزيد تعرفنا بالثقافه الامازيغيه. الثقافه الامازيغيه هي كما قلت لك معناها بدات قبل حتى الحضاره القفصيه، اللي هي حضاره كبيره، عندها جذور قديمه ياسر. كأي حضاره انسانيه، الشعب الامازيغي او قولوا الامازيغ او الرجل الحر عاش في هذه المنطقة شمال إفريقيا، من المغرب غربا إلى مصر، شرقا إلى الصحراء الكبرى. اليوم نحتفل بالسنة الأمازيغية، نقول لكم أسوكاس أميكاس أو السنة أو سنة سعيدة. هذه احتفالات عنا بالتقويم الأمازيغي أو يناير، 1 يناير الشهر الأول هو 2968. توا نحن دخلنا في السنة 2968، معناها قبل التقويم الميلادي 950 سنة. التقويم هذاك نجم نعطي توضيح صغير باش ندخلوا أكثر في التفاصيل. على راحتك. بدأ مع حدث تاريخي كبير في سنة 950 قبل الميلاد. دارت معركة كبيرة في حوض النيل بين الأمازيغ والجيش الفرعوني أو الجيش المصري. في هذه السنة تغلب الأمازيغ على المصريين، واعتلى القائد شيشناق القائد الأمازيغي الحكم في مصر الفرعوني، وأسس الأسرة 22 في مصر. من 950 قبل الميلاد بدأ التقويم الأمازيغي إلى يومنا هذا، لنحتفل اليوم بالسنة 2968. التقويم قديم جدا وله أيضا علاقة بالأرض، لأن اليوم هو يوم دخول الأيام السود، وكذلك نقول السنة الفلاحية، لأن الأمازيغ لهم علاقة كبيرة بالأرض. إن اليوم يبدأ التقويم كذلك التقويم الفلاحي. شكرا لك سي محسن. باش نرجع شوي لتالي سي محسن، كانت قلنا كيفاش تتم عملية الحساب في الأشهر في نفس الأشهر الميلادية، يعني الأشهر يناير، جانفي، فيفري، مارس كذا. أما نهار 13 اليوم هو بداية السنة الأمازيغية. نفس التقويم، تقويم شهور شهور شمسية، نفس التقويم.
أما السنة اختلاف في السنة بين السنة الميلادية والسنة الأمازيغية 950 سنة، فارق بين 950 سنة. وفما ديزيكول بريفي معناتها اللغه الامازيغيه تو ولا مازالوا بالنسبة قاعدين؟ لتونس، بالنسبة للشمال افريقيا يتم تدريسها في المغرب والجزائر وليبيا والتوارك النيجر والمالي. بالنسبة لتونس التدريس يتم عن طريق جمعيات كجمعية جمعية تماجيت للحقوق والحريات والثقافة الأمازيغية بالتعاون مع النادي الثقافة الأمازيغي. دروس تتم فيها، وهي كل يوم أحد. كذلك عودة إلى السنة الأمازيغية، هناك احتفالات غدا بالمركز الثقافي كامون بباب الخضراء. هناك برنامج ثري يمكن الحديث عنه أو قليلا. هو البرنامج يبدأ بالنشيد الوطني التونسي، مداخلة تاريخية حول التقويم الفلاحي الأمازيغي، مداخلة أكاديمية حول الخصائص الحضارية والعمرانية للموقع شمتو الأثري، تقديم مسرحية شمتو، عرض وثائقي حديث القرى الأمازيغية، نقاشات، فقرة شعرية أمازيغية، وصلات موسيقية، ورشة في الكتابة الأمازيغية أو التيفيناغ، ورشة ثقافية وفنية مختلفة، معارض متنوعة، صور، لباس، كتب، منتوجات حرفية، واختتام النشاط بإطفاء الشموع والتكريمات يوم غدا إن شاء الله بالمركز الثقافي كارمن 4 ناج سوسة تونس، بداية من الساعة 9 إلى الساعة 7 مساء. المنظمين هي جمعية تماجيت للحقوق والحريات والثقافة الأمازيغية ونادي الثقافة الأمازيغي. سي محسن، كان تزيد تفسر لنا شويه اش معناتها السلات الموسيقيه؟ غناء أمازيغي، أغنيات أمازيغية. سي محسن، نحكيو على تجربتك الخاصة تو في الثقافة الأمازيغية ذي. أنت من صغرها تعرفها اللغة ولا تعلمتها خصيصا لك أنت؟ أنا من أسرة ناطقة باللغة الأمازيغية، الدويرات في تطاوين. تولدت وسمعت أمي وبابا الله يرحمه يتحدثوا باللغة الأمازيغية. كبرت، زدت خدنا زادة لقينا زادة العائلة الموسعة تحكي باللغة الأمازيغية، عرست بمرأة زادة تحكي باللغة الأمازيغية إلى حدنا الآن. ديجا هي تو منشطة في دار شباب المرنيقية، تتحدث باللغة الأمازيغية. أنا ما كما نقولوا نفهم، ما تعودتش نحكي أما نفهم كل شيء. بعد كي واحد يحكي معك باللغة الأمازيغية نفهمه مليح. فهمني. أما الرد صعب شوية خاطر لساني من لم يتعود على الحديث بها. بعد الثورة 2011 بدأ النشاط العلني للثقافة الأمازيغية بتأسيس جمعيات أمازيغية. كنت أمين مال جمعية الثقافة، الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية إلى حدود 2016. عملنا كثير من الأنشطة الثقافية الأمازيغية. ثم في 2017 أسسنا جمعية تماجيت للحقوق والحريات والثقافة الأمازيغية. والجمعية ذي كيفها إقبال كبير عليها ولا جوست كعبات؟ هي جمعية تم نشرها في الرائد الرسمي في جوان 2017. بدأنا النشاط خلال شهر سبتمبر. كثير من الأنشطة، زملائي في الجمعية تماجيت للحقوق والحريات والثقافة الأمازيغية قاموا بعديد الأنشطة خارج العاصمة، مثل نشاط في مهرجان الأكولات في القلعة الكبرى، كذلك في مهرجان الكاف أو سيكافينيريا، الاسم الحقيقي لمدينة الكاف وهو اسم أمازيغي سيكافينيريا. وكثير من الأنشطة كذلك في ولاية قفصة، ولاية نابل. والغدا إن شاء الله الاحتفالات بالسنة الأمازيغية.
شكرا لك سي محسن، تعطينا توا نظرة أخيرة على الثقافة الأمازيغية، وشني تستنى منها أنت؟ هو اللجوع إلى الأصل فضيلة، معناها الشعب حسب آخر دراسة قامت بها ناسيونال جيوغرافي أن 88 من الشعب التونسي يحمل جينات شمال إفريقية، أي هم ناس هم أمازيغ. هناك أمازيغ ناطقين وأمازيغ غير ناطقين، ونحن كحركة ثقافية أو حركة أمازيغية نؤمن أن كل إنسان يعيش في شمال إفريقيا هو أمازيغي بالثقافة، لأن الأمازيغ يأكلون الكسكس ويلبسون البرنوس وكثيرا من الكلمات في اللهجة التونسية هي أمازيغية، مثل الفكرون، الببوش، كثير من الكلمات في اللهجة التونسية هي كلمات أمازيغية. وكذلك كثير من المدن، تسميات مدن تونسية هي تسميات أمازيغية، مثل تطاوين أو تطاوين، أي تيت هي معناها العيون بالأمازيغية. شكرا ليك سي محسن الساكتي. هكا زي المستمعين خلطنا نهاية الفقرة هذيا، نرجع لكم بعد الفاصل هذايا من اختيار سي محسن، خليكم تسمعوه وانا راجعين.